بص، انا مش عايزك تكيل بمكيالين. الحوار ده حصل السنه اللي فاتت مع الزمالك، والكل قال انسحاب، والكل قال ان الزمالك خايف، مع ان انا كنت بحقق مطالبي. انا كان مطالبي واضحه وصريحه، بنفس مطالب النادي الاهلي اللي عملها السنه دي. تمام. فانا لما انسحبت، كل الدنيا هاجت عليا، مع ان انا كنت واقف عند مبادئي. انا كان قيم ومبادئ نادي الزمالك كانت فوق كل شيء. انا كنت بحقق مطالبي. انا كنت واضح وصريح، بقول انا لو ما تحققليش مطالبي واحد اتنين تلاتة انا هعمل كذا. وما روحتش الماتش زي ما انت دلوقتي عملت. نفس اللي حصل هنا، هو حصل هنا. انا بحب الايام اللي بتلف وبتدور، وفي الاخر بنرجع لنفس النقطة تاني. سبحانك يا رب، ده من عدله ومن فضله ان هو بيعيد لنا نفس الايام بنفس الاحداث ديت تاني، بس المواضع كانت مختلفة. انا عايز اشوف اتحاد الكورة هيعمل ايه، عايز اشوف القرارات المسؤولين هتتخذ ازاي في الواقعة دي، في انسحاب النادي الاهلي قصاد النادي الزمالك في 11 من رمضان. حبيت اوصل بس اللحظة، خليكوا فاكرين عشان في ناس بتنسى.